هو في تمارين تعملها ممكن تمنع لك الإصابة؟ في البحث ده اللي اتعمل سنة 2024 واللي من نوع Systematic Review عملوا أناليسيس ل9 دراسات. في ال9 دراسات دول كانت التجارب بتتعمل على Endurance Runners، يعني ناس كل رياضتها إنها بتجري لمسافات طويلة بتوصل ل10 و20 و40 كيلو. كانوا بيشوفوا في الدراسات دي هل لو حطينا للرانرز دول تمارين strengthening واجيليتي وبلايومتريكس وكور ستابيليتي هل ده هيقلل لهم من نسب الإصابة أو هيمنعها خالص ولا لأ. لقوا بقى في الدراسات دي حاجة مهمة قوي، إن الجروبس اللي كان بيتحط لها exercise programs وكانوا فعلا بيمشوا عليها وكان في عليهم سوبرفيجن من كوتشز او من دكاتره اكبر منهم، كانت فعلا نسبه الاصابه بتقل في الجروبس دي. لكن الجروبات التانية اللي كانت ما بتعملش الاكسرسايز او كانوا بيعملوه بس مش ملتزمين بنسبه 100%، نسبه الاصابه ما كانتش بتقل. لكن في الاخر هي نسبه، فهل نسبه الاصابه بتقل لما تقوي عضلاتك وتحط تمارين تساعدك في اللي انت بتعمله زي الجري لمسافات طويله؟ لكن هل هنمنع الإصابة تمامًا؟ ده بقى اللي إحنا محتاجين نشوفه في أبحاث تانية هتتعمل في المستقبل، عشان نشوف هل في تمارين معينة ممكن فعلًا تمنع الإصابة تمامًا، والّا في الآخر هي نسبة بس النسبة دي بنحاول نقللها على قد ما نقدر.